هيدا بورش كايان 2004 لوك تيربو، بدي فرجيكم عليه. 4.5 لتر V8. هيدا 400 حصان تقريبا بيحكي. كل هيدي الباور اللي حكينا عنها بتتوزع على الفور ويل درايف سيستم اللي فيه، ومن اقوى الفور ويل درايف سيستم للثلج والاوفرود والصخر والرمل واللي بدك اياه. بيست. من ورا هيدا الاس يو في بلشت تطلع ترند الاس يو فيات ولا السوبر اس يو فيات. V8 400 حصان على اس يو في ما صارت من قبل. واللي بيميز هيدا الاس يو في مش بس الفي 8 اللي قدام، الكواليتي الموجوده بالداخل، يعني انت بتقعد جوا كانك قاعد بميبخ. هيدا للاوفرود بشرفكم، بتشوفوا الكواليتي من جوا، الاضويه، لون الفرش ولا المرايا، الدركسيون، فيتاسو، قعدته من ورا، الجلد اللي فيه، تسكيرة ابوابه وفتحة ابوابه، بتحس بالتقل الموجود بشركة البورشا. انتوا بس شوفوا لي الغرفة اللي قاعد فيها انا هلا، ما بتحسها اس يو في 2025 من هداك الانجل تبعك؟ بس هي السيارة شوي اوت ديتد بالنسبة للانترتينمنت ولا بالنسبة للاودوميترز وهالخبريات، بس بالنسبة للقعدة والامبيانس والجو اللي بتطلع فيها، حتى مفتاحه بيعطيك كواليتي، بدي يعطيك قيمة، بتحس حالك شيء مهم بالحياة. لتقني هيك سيارة بدك تكون شيء مهم يعني، عرفت؟ ولما بدك تحكي بورش بتعرف انه كواليتي، كل شيء موجود بهيدا الشيء كواليتي. ولما نقول لك انه كل شيء بهيدا الاس يو في قوي، حتى عم نحكي عن الديسكيت والبريكس والجنط والوقفه، كل شيء بهيدا الاس يو في قوي. عم تحكي بورش ما بعرف شو بدي اشرح لك باي كلمات، بس كواليتي. يعني البريكس الموجودين على هيدا الاس يو في بيسوى شركه كيا وهيونداي واللي بدك اياه كل شيء كوري، هاو بس الديسكات والبريكس الموجودين هون. وما نحكي عن الديزاين، شوفوا خط الكلاسيك تبع البورشا والاشمانات، الصندوق، كبساته، المنفضه، لما لك تسكيره بابه بتجنن. حتى الباب القدماني، الباسنجر سيت، كواليتي الليذر، ما في عندك تقطقه وخر لك الفرش. كل شيء اوبشنز موجودين بلكجوري كار موجودين بهيدا الجيب. يعني الكواليتي الموجوده من جوا والفي 8 الموجود فيه بيعطيك مثل ما قلت لك اياها قيمه، بتحس حالك شيء مهم. شو الكلب اذا طلع لي. وهيدا البورش كيان، لما نحكي بورش كيان ما بعرف شو بتسموها، بورشا، بورش، شو ما كان، بورش، المهم فكره بورش. هيدا الاس يو في كان من اجمل الاس يو فيات اللي طلعت بالعالم، وبعده لحد هلا بيعطيك اللوك الكلاسيك واللوك الجمال مثل ما هي من زمان، وبعده لحد هلا نفس الشيء ما تغير. واذا بتطلع فيه بتسوقه كمان بتحس بالباور وباللكجري وبالكواليتي وماشي تغير. هذا جيب عمره اكثر من 25 سنه، عم تحكي قديم مش جديد، بس دروب ضربه فيه روح شيء بالميكانيك حيكلفك بالقطع كثير مش شوي، كثير مش شوي، بس لك كثير يعني كثير مش شوي، كثير مش شوي، كثير. اذا ما نحكي من 2000 لل 2010 البورش كيان ولا البورش انا برايي اجمل اس يو في بالعالم، لانه بعده لحد هلا بتشوفه على الطريق بتطلع فيه ببين غير عن السيارات البقيه. وبرايي اجمل اس يو في بهيدا التايم زون من 2000 ل 2010 هو البورش. اذا بدك تقارنه باكس 5 ولا ام ال ولا رانج روفر، رانج روفر ما فيك تقرب، يعني ما بيقربوا على بعضهم. رانج روفر وهي فوغ وكيان ما فيك تقارنهم ببعضهم. الثمانية سلندر شكله اسمه بورش، بورش غير. واللي كان معه بورش بال 2005 كيان كان ملياردير مش في مين مكان. والحلو فيه انه هلا مثل هيدا فيك تجيبه ب 4000 دولار. هيدا لسه عم صوره ب 4000 دولار فيك تجيبه. بس في منهم بيقولوا لي والله بنخاف من ال8 سلندر، بيصرف بنزين، ما بيصرف بنزين يا لطيف 8 سلندر. اذا بخبرك قد ايه بيصرف هيدا الجيب رح تخوت، بس قبل ما نخبرك خلينا نعمل تست درايف ونجربه. نجي نطلع بهيدا البورش بدنا نجربه التست درايف. يعني اول شي بتلاحظ انت بتحس حالك ملك، اول شغله هي بدك تفكر فيها بتحس حالك ملك. الكواليتي، الفخامه، اللذر، اللون، الشاشه، كل شيء قدامك كواليتي. النعومه، الجيب هيك باصبع واحد تمشي عالرايق. انت طرقات لبنان بتعرفون انتم، بتحس حالك عن جد راكب سياره، عن جد راكب سياره. يعني بتطلع لي انت بكيا
سبورتج ولا هيونداي ولا ما بس تطلع بهذا بتحس بالفرق كله، بتحس بكل شيء. بدك تحكي عن الفي 8، هيدا الفي 8 بنسيك كل شيء. انت كل شيء انا نسيت كل شيء عن الجيب بس سمعت هيدا الفي 8. الرعد تبعه، صوته، جماله، قوته، الباور اللي فيه بخليك تنسى كل شيء اصلا كنت عم نحكي عنه من قبل. يعني عرفت يعني لهالدرجه. ولما تحكي عن الفي 8 بتصير تقول لي انت بنزين وما بنزين وبيصرف بنزين. طلع هون 21 لتر بال100 كيلو. بالنسبه لفي 8 مثل هيدا وبحجمه وبوزن هيدا الجيب كتير تمام. ولما تدعسه بتحس بالباور اللي فيه. وهيدا الجيب مش بس اناقته بموتوره، فيتاسه كمان، لانه هيدا بيجي تبترونيك. شو يعني تبترونيك؟ يعني انت فيك تغير فيتاساته بالدركسيون، بس بكبسه بلس ولا ماينس، تنزل ماينس بكل بساطه. وانتم ما تنسوا انه نحن طالعين بجيب 2004 له اكثر من 25 سنه هيدا الجيب. وبقلكم بكل صراحه وبكل شفافيه حاسس حالي راكب، مش هقول لك جيب 2020، 2018، مش هقول لك اكثر من هيك. بتحس بالكواليتي وبالستابيليتي تبعه، بالكومفورت. يعني لك من لاجوره نزلنا فيها ولا شيء، ما هز الدركسيون. غير عن الستابيليتي والسوفتنس والكومفورت وكل شيء، الباور الستاندردز تبع السيارات اليوم انتم بتعرفوا 500 حصان و600 حصان و700 حصان. الباور تبع هذا الجيب بعده لحد هلا بيعطيك الباور اللي انت بدك اياها وبزياده كمان. مش انه بزياده، ما بدك اكثر من هيك كثير كثير. عرفت كيف؟ وسياره عمرها 25 سنه، الموديل 2004 وبسعرها. انت نسيتوا سعرها؟ خبرتكم عن سعرها انا. سعر السياره هيدا الجيب فيكم تجيبوا منه بال4.5 5000 دولار. لا تروح تجيب تقارنه برانج روفر ولا شو ما كان يكون. انا بفضل هيدا صراحه. وهيدي ال 5000 دولار اللي انت قدرت تحط على هيك جيب، واذا لقيت جيب مثل هيدا بنظافه هيدا الجيب، هاي 5000 دولار انت بدك تفكر فيها لبعدين. بعد 10 15 سنه هودي الجيبات رح تغلى، هودي الاسيوفيات رح تغلى. شوفوا ال 911 لوين واصله، نفس الشيء الكيان. وخاصه هودي موديل 2004 2005 الاوريجينال. ولما تكون على الطريق اصلا بتطلع 50 رنج بيطلع قدامك، ليطلع قدامك بورش واحد وبتطلع فيه للبورش وبتقول يخزي العين. رح نختم هيدا الفيديو ببس نقطة صغيرة عن باور هيدا الجيب، رح فرجيكم عليها. اعملوا لايك، سبسكرايب. قلبي الصغير لا يتحمل، اعملوا لايك.